لو عندك جدول زي ده زي ما إحنا شايفين والجدول ده طويل لتحت كده وكل شوية تنزل لآخر الشيت، إزاي تعمل جدول صغير فيه scroll بحيث إن أنت ما تنزلش كل شوية لآخر الشيت؟ الموضوع سهل جدًا، كل اللي عليك إن أنت هتيجي عند الdeveloper ومن الdeveloper هتختار insert وبعد كده تختار شكل الscroll بتاعنا، هنيجي نعمله في أي مكان وليكن في المكان ده كده، وبعد كده نيجي عند properties وبعد كده نكتب عدد الصفوف بتاعتنا، أنا عدد الصفوف بتاعتي 48 بالشكل ده، وهنا نبدأ نربط الscroll بتاعنا بخلية فاضية، وليكن مثلًا خلية زي دي ونقول له أوكي، هنيجي بقى نكتب المعادلة بتاعتنا بيساوي offset وبعد كده نبدأ إن إحنا نحدد أول خلية معانا، هنعمل فاصلة ونحدد الخلية الفاضية، وهنا هنضغط F4 علشان نثبتها، نعمل بقى فاصلة ونكتب 0 وده معناه إن الدالة ما تتحركش معانا أفقيًا، نعمل بقى فاصلة ونبدأ إن إحنا نكتب 1.1 وده قيمة الخلية اللي إحنا اخترناها، نقفل بقى المعادلة بتاعتنا ونقول له Enter هيبدأ يجيب لك رقم 1 نسحب بقى المعادلة كده زي ما إحنا شايفين هتتطبق معانا هيجيب لك البيانات على طول، نسحب لتحت بالشكل ده هيبدأ يجيب لك كل البيانات اللي في الجدول، تقدر تعمل scroll كده وتطلع وتنزل زي ما إحنا شايفين بكل سهولة.